ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله البشير النذير السراج المنير، يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آلك وأصحابك وأتباعك الذين صنع الإسلام منهم أئمة أعلاما وملوكا حكاما وقادة فاتحين وزعماء مصلحين، أضاءوا الدنيا بعدلهم وعمروا الأرض بأحكامهم، فقادوا سفينة الإنسانية الحائرة إلى شاطئ السلامة والنجاة، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، يا أحباب رسول الله، يا خير أمة أخرجت للناس، يقول الله تبارك وتعالى في وصف الحياة الدنيا: كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويقول سبحانه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الموت حق ولا خل ولا أحد بمنقذ غيره من صرف أزمان. مات الرسول وماتت قبله رسل: إسحاق، هود، شعيب، وابن عمران. لو خلد الله في الدنيا بأجمعها فردا لخلد فيها شمس عدنان. نهاية المرء موت لا مرد له، فهو المآب وعقبى كل إنسان. الكل سيموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الكل سيموت، لكن العبرة بالخواتيم. سيادة المستشار رمضان أبو الحج عبد الحكيم، أبوه كان رجلا صالحا. عم الحج عبد الحكيم كان رجلا صالحا، كان قاضيا عرفيا في البلد ببلاش، وكان معروف عنه الصلاح والإخلاص، يصلح بين الناس. سيدنا جبريل تمنى أن ينزل الأرض لحاجتين اتنين: يسقي المية لما لها من الفضل والثواب، ويصلح بين الناس لما له من الفضل العظيم عند الله رب العالمين. فعم الحج عبد الحكيم أبو الطنطاوي كان رجلا صالحا، كان قاضيا عرفيا في البلد ببلاش لله ولرسوله، وكان يخلص في ذلك. لذلك ربنا من عليه وأكرمه بذرية صالحة. فالمستشار رمضان نحسبه من الصالحين، لأنه مات في شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أيام مباركات تفيض بالرحمات والبركات، بركات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث فملأ الأرض نورا وملأ السماء نورا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إذا كنا نحتفل ونحتفي بميلاد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم الذي أضاء الدنيا بنوره وبإشراقاته المباركة، فأننا لا بد أن نتذكر دائما أنه صلى الله عليه وسلم أرفع الخلق قدرا ومنزلة منذ خلق الله الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نستمع إلى قول ربنا جل جلاله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقول ربنا جل جلاله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله قاطبة، يكفيه تكريما وتشريفا ورفعة أن الله جل جلاله عندما خاطب أنبياءه ورسله في كتابه الكريم كان يقول: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. كأنه يخاطب كل رسول وكل نبي باسمه المجرد، إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاطبه بالرسالة وبالنبوة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. خاطب جميع الأنبياء والرسل بأسمائهم المجردة إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاطبه بالرسالة وبالنبوة. إن دل هذا على شيء إنما يدل على تمام الرسالة وتمام النبوة واكتمال العبودية في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خير خلق الله قاطبة. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل بقية الأنبياء والرسل لقي من قومه من الأذى والعنة، لكن الفرق شاسع. سيدنا نوح عندما أوذي من قومه دعا عليهم وقال: نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أوذي ولما عذب ولما اضطهد من قريش قال له بعض الصحابة: يا رسول الله هلا دعوت عليهم؟ فيرد الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: ما بعثت لعانا ولكن بعثت هاديا ورحمة للعالمين، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، بل أدعو الله وأضرع إليه أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وشاءت قدرة الله العلي القدير الذي أمره بين الكاف والنون إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. شاءت قدرة الله العلي القدير أن أخرج من أصلاب هؤلاء المشركين والكفار
من كانوا فرسانا في الإسلام، من كانوا سادة في الإسلام. أخرج من الوليد خالد بن الوليد سيف الله المسلول، أخرج من أبي جهل سيدنا عكرمة، وغيرهم كثيرون. يا عباد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا نظرت إلى الرحمة وجدت أرحم الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان رحيما بكل شيء، حتى الطيور، حتى البهائم. يرى السيدة عائشة رضي الله عنها تركب جملا وتقوده وتوجهه بشيء من الشدة والغلظة، فيقول لها: حسبك يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عرف بالحلم والصفح، يأتيه رجل يهودي مخالف في الدين، مخالف في العقيدة، كان له دين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يأتي وقت سداد هذا الدين، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أعطني، فإني أعلم أنكم يا بنو عبد المطلب قوم أي مسوفون، لا تعطون الناس حقوقهم. أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقع في الرجل ويضرب عنقه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول: مهلا مهلا يا عمر، كنت أنا وهو أحوج إلى شيء منك غير هذا، كنت أنا أولى بأن تأمرني بحسن القضاء وأن تأمره بحسن الاقتضاء. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن عمر فزع اليهودي المخالف في العقيدة، المخالف في الدين. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستلطف وأن يترفق بالرجل اليهودي، فأعطاه حقه وزاده 20 دينارا. تسأله الصحابة: ما هذه الدنانير يا رسول الله؟ قال: هذه للترويع الذي روعه عمر إياه. فوقف اليهودي وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألوه الصحابة: لماذا أعلنت إسلامك؟ فقال اليهودي: لقد قرأت في التوراة فوجدت فيها كل صفات محمد التي قرأتها أي عرفتها، إلا صفتين اثنتين: أنه لا يزداد بالجهالة إلا حلما، ولا يزيده الحلم إلا كرما وجمالا. حينئذ أيقنت أن محمد رسول الله، فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي ختام كلمتي أعتذر لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا مقصر مهما قلت، عذرا رسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لم يوصفا. جاءت قديما قطرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لم تعرفا. والله لو ماء البحار بجمعها جعل المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. يكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه أن البدر يختفى نوره، لكن نور محمد لم يختفى. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله يوم مولدك، وصلى الله عليك يوم ذكراك، وصلى الله عليك شافعا مشفعا، وصلى الله عليك في كل قطرة روح وفي كل خفقة قلب يا صفوة الصفوة يا رسول الله. وأخيرا أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتغمد فقيدنا
فضيلة المستشار رمضان أبو الحج عبد الحكيم إن ربنا يتغمده برحمته. اللهم إنا قد سامحناه فيما بيننا وبينك فسامحه يا رب، فيما بيننا وبينه فسامحه يا ربنا فيما بينك وبينه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر له وارحمه وقه عذاب النار. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم شفع فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم شفع فيه القرآن. اللهم شفع فيه الصلاة. اللهم شفع فيه الصيام. اللهم شفع فيه الزكاة. اللهم شفع فيه مرضه. اللهم شفع فيه عمله الطيب. اللهم اغفر له وارحمه وقه عذاب النار. اللهم بارك في أولاده. اللهم بارك في أولاده والهم أهله وزويه الصبر والسلوان. وشكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.